الأمانة مفتاح الرزق والتوفيق. الشخص الأمين دايما محبوب، لأنه مش بس بيحافظ على حقوق الناس، لكنه كمان بيكسب ثقتهم ومحبتهم، وربنا بيبارك له في حياته، لأن الأمانة دي مش مجرد صفة وبس، لكنها أسلوب حياة بيشتمل على كل تعاملاتنا، من الكلام والشغل لحد العلاقات الشخصية حتى العبادة مع ربنا. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى الأمانة مش مجرد اختيار، لكنها واجب ديني لازم نلتزم بيه. الإنسان الأمين عايش مطمئن، والناس بتثق فيه، وربنا بيبارك في رزقه وفي عمره، وده أعظم مكسب في الدنيا وفي الآخرة. الأمانة اختبار رمضان الحقيقي. رمضان ده فرصة عظيمة وكبيرة إننا نراجع فيها نفسنا ونصلح أخلاقنا. أكبر اختبار حقيقي للأمانة هو الصيام. لما تكون صايم ومحدش بيراقبك، لكنك بتكون أمين مع نفسك وأمين مع ربنا. الصيام بيعلمنا إن الأمانة مش بس في الأكل والشرب، لكنها في غض البصر، في حفظ اللسان، الأمانة في أداء العبادة بإخلاص. قال النبي الكريم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان. الخيانة دي مش بس ذنب عظيم وكبير، لكنها فضيحة كبيرة يوم القيامة. في حياتنا اليومية الأمانة بتظهر في تفاصيل بسيطة، لكنها بتفرق معانا كتير. زي أمانة الكلمة، ما توعدش حد بحاجة ما تقدرش تنفذها، ولو وعدت لازم توفي بوعدك. في أمانة في الشغل، اشتغل بضمير حتى لو محدش بيراقبك أو بيشوفك، لأن ربنا هو اللي شايفك. في أمانة في البيع والشراء. قال النبي الكريم: من غش فليس منا. يبقى ما تبالغش في وصف الحاجة اللي بتبيعها عشان تكسب فيها أكتر. في أمانة في العلاقات. حافظ على أسرار غيرك، وما تكونش سبب في مشاكل بسبب كلامك. الأمانة دي طريق الرزق والبركة. في قصة جميلة وعظيمة عن راعي غنم كان بيشتغل عند سيده، فمر عليه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. طلب منه يبيع له شاه من غير ما صاحب الغنم يعرف. فقال له الراعي: دي مش بتاعتي، دي أمانة عندي. فأراد سيدنا عبد الله بن عمر أن يختبر هذا الراعي، فقال له: قل لصاحب الغنم إن الديب أكلها ومحدش هيعرف. فنظر الراعي إليه وقال بثقة ويقين: فأين الله؟ فهزت هذه الكلمة قلب سيدنا عبد الله بن عمر، وتأثر جدا بصدق الراعي وخوفه من الله، فرجع واشترى الغنم كلها وأعتقه مكافأة لهذه الأمانة. شوف إزاي الأمانة كان سبب في زيادة الرزق وحرية هذا العبد وتوفيقه في حياته. الأمانة مسؤولية كل واحد فينا، لازم كل واحد فينا يلتزم بالأمانة في حياته. هتلاقي المجتمع كله بقى أفضل، والثقة بين الناس زادت، وربنا هيرزقنا الخير اللي بنتمناه. خلينا ناخد رمضان بداية جديدة، ونتدرب إن الأمانة تبقى أسلوب حياة حتى بعد رمضان.